هنا جاريث بيل، هدفين في مرمى بيتيس. هي الكرة ولكن الى لاعب ومدافع فريق اسبانيول، لذلك المحاولة انتهت وضاعت. تبدأ كريستيانو، يمكن يسجل، سجل كريستيانو يسجل الجول الاول للريال. كريستيانو ما سجل في 4 مباريات، يظهر الان في مباراته الثالثة في الليغا ويسجل الهدف الاول لمصلحة ريال مدريد. اتت الدقيقة 7 وظهر كريستيانو رونالدو، لكن لاحظ قبل ذلك الكرة اللي مرت ووصلت الى كريستيانو يحطها في مرمى باول لوبيز، مسجلا الهدف الاول لمصلحة ريال مدريد. لاحظ امامك الانطلاقة، وامامك كريستيانو رونالدو يزور مرمى فريق اسبانيول للمرة الاولى ويحتفل بالتالي مع رفاق. بيل يحولها مباشرة الى اللاعب المتقدم، ولكن في صافرة من قبل حكم المباراة، وبالتالي الفارو غونزاليز وضربة الجزاء المحتسبة. سقط جاريث بيل على ارضية الملعب، فرصة الريال للتسجيل. ممكن يسجل كريستيانو يتقدم، يسجل كريستيانو، نعم كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. ضربة جزاء حقيقية، سقط جاريث بيل على ارضية الملعب. كريستيانو رونالدو يحط الكرة في نفس الزاوية اللي حط منها الجول الاول، وسجل الجول الثاني مثل ما سجل الجول الاول، ولكن الفارق ان الجول الثاني ياتي اخر. سيطر عليها ونقلها الى جاريث بيل سيطر عليها، رجعها الى اسكو يتقدم، يحاول يرجعها الى جاريث بيل. مارسيلو ماخذ له مكان، يتقدم جاريث بيل، التحول، جول الهاتريك لكريستيانو رونالدو. بسرعة البرق كريستيانو رونالدو يأتي بالهدف الثالث. جاريث بيل يتقدم، ما فيه شيء على الاطلاق، يتقدم كريستيانو اول مدافع. هذا هو السؤال المطروح. لاحظ مرة اخرى الكرة اللي تحولت امام كريستيانو، ويبدو ان كريستيانو محاولتين على مدى 27-28 دقيقة، محاولتين لاسبانيول. جاريث بيل يقود هجوم للريال، جاريث بيل يحولها الى كريستيانو، جول رابع للريال. شو يسوي كريستيانو رونالدو اليوم؟ كريستيانو رونالدو شو اللي يعمله في المباراة اليوم؟ 3 أهداف هاتريك، يصنع الهدف الرابع. وكريم بنزيما هدف في مرمى بيتيس. ولاحظ الان البي بي سي بدأوا يشتغلون، بدأ البي بي سي تتحرك، وظهروا الثلاثي المزعج للريال بيل كريستيانو كريم بنزيما. وفي الاخير اللقطة الاولى طبعا هنا من يا سلام للبي بي سي. مقطوعة تصل لمصلحة ريال مدريد، المرتدة اللي يقوم فيها جاريث بيل مباشرة الى اسكو، وفي 2 في متقدمين الى الامام، وجاريث بيل يطلب الكرة، كان له ما اراد، حولها جول خامس للريال. سوبر هاتريك لكريستيانو رونالدو. خلاص انت مع الكبار، اذا ما سجلت، اذا استحوذت على الكرة، ما ممكن على الاطلاق ان انت الريال مدريد يعطيك الفرصة ان تستحوذ على الكرة. شوف ردة الفعل السريعة من جاريث بيل الى كريستيانو رونالدو، وكريستيانو رونالدو يسجل الهدف الشخصي الرابع. سوبر هاتريك لكريستيانو رونالدو، ما سجل مع بدون اصابات اكيد لا شك في ذلك. التقدم ياتي من لاعب لوكاس فاسكويز، مباشرة المرور الناجح،
والهدف السادس. يا الله يا الله يا كريستيانو رونالدو، ما الذي يفعله كريستيانو رونالدو في هذه المباراة؟ العالم كله تحدث عن غياب كريستيانو رونالدو عن التسجيل في 4 مباريات. يأتي الآن كريستيانو رونالدو ويسجل 5 في مباراة واحدة. والكلام لك يا جارة، والكلام للمنافسين، والكلام للمنتقدين، والكلام اللي يقولون ما راح يسجل. يأتيك الآن كريستيانو ويسجل الهدف الشخصي الخامس. صارت 6-0، 6-0، نصف درجن من الأهداف، 5 منها لكريستيانو رونالدو السعيد تماما اللي يرسم الابتسامة في ملعب كوريا.